اهلا بكم يا جماعه في فيديو جديد. النهارده انا جاي اكلمكم في موضوع يعني كبير جدا تقريبا كلنا بنعمله، وهو موضوع الكراك. اول حاجه كل شويه نسمع الكراك، انا جبت لعبه كراك، اللعبه دي اتنزلت اتعمل لها اتكراكت، الكلام ده كله. ايه هو اصلا الكراك؟ الكراك ده عباره عن يبقى فيه لعبه بفلوس او برنامج او نظام تشغيل او ما شابه يكون بفلوس، ويجي مجموعه من الناس يكسروا حمايه البرنامج ده وينزلوه لك ببلاش. الناس دي بيبقى اسمهم الكراكرز. لو عايز تعرف اكتر عن حكايه الكراك دي وايه اللي بيحصل بالظبط وهما الناس الكراكرز دول بيستفيدوا ايه والكلام ده كله، هتلاقي لينك تحت في الديسكربشن على قناه ايبك هاردوير. الصراحه شرحوا كل حاجه بمنتهى الاحترافيه، وهتفهم كل حاجه هناك بالظبط ايه اللي بيحصل. بس الاول كمل الفيديو بعد كده روح. مش هكدب عليكم واقول لكم ان انا مش بستخدم الكراك او كده، لا انا فعلا بستخدم الكراك ومعظم المصريين بيستخدموا الكراك والوطن العربي. بس استنى هحكي لك حكايه. اول ما جبت البي سي ما كانش عندي خبره بقى كبيره في مجال الهاردوير والكلام ده، ولا حتى في حكايه الكراك والكلام ده كله. فناس كتير قعدوا يقولوا لي ان انت يعني ما حاول ما تكركش، اشتري الحاجه، يعني اشتري البرامج او الالعاب. بس انا صراحه ما كنتش مديهم اي اهتمام، وحذروني ان هو يعني حتى لو هتكرك يبقى من اماكن معروفه، عشان ممكن يجي لك هاك او فيروس. فانا الصراحه ما اديتش الموضوع ده اهتمام، وقلت يا عم الكلام مين اللي هيحصل وهاك مين اللي هيحصل وفيروس ايه، وطنشت الحكايه دي خالص. كنت ساعتها لسه في بدايتي فما اعرفش الكلام ده قوي. فالمهم ايه، بعد ما طنشت بعدها بكام شهر اتلبيت لبه وحشه قوي. لو عايز تعرف ايه اللي حصل لي هتعرف كمان شويه. انا جاي النهارده اكلمكم على اكتر نوعين من الفيروس انتشارا في الحاجات الكراك. اول نوع واللي هو فيروس التعدين. الفيروس ده بيبقى موجود مثلا لو انت بتنزل برنامج لعبه او ما شابه، بيكون محطوط في وسط فايلات اللعبه او البرنامج اللي انت منزله، واول ما بينزل بتلاقي ان انت ايه، ساعات ممكن تلاقي ان البي سي معاك بطيء، في دروبات كتير قوي في اللعبه، حتى وانت على الديسكتوب تلاقي ان هو الموضوع ما بقاش سهل او كده. ممكن مره واحده تفتح تلاقي ان انت استخدامك 80% ولا حاجه وانت على سطح المكتب. هتقول لي طب يا عم، طب انا ممكن افتح التاسك مانجر ومش عارف ايه ومش بلاقي الكلام اللي انت بتقول عليه ده خالص. ممكن حاجه من الحاجتين، يا اما انت فعلا ما يكونش عندك حاجه، يا اما هما بيبقوا اذكياء لدرجه ان هما مظبطين اللي هو السوفت وير ده اول ما تفتح التاسك مانجر يوقف تعدين ويكمل عادي خالص، كأن مفيش اي حاجه موجوده، وتلاقي الاستخدام مظبوط. واول ما تقفل تاسك مانجر يبدا يعدن تاني. فهم مش بالغباء ان هو يخليك تقفشهم ويفقدوا كده جهاز بيعدل لهم ويبعت لهم وانت متبقاش عارف تستمتع باي حاجه. ده كان اول نوع من الفيروس. تاني نوع بقى وده الاكتر انتشارا، وده اللي حصل معايا لما كنت لسه في بدايتي بقى وكنت لسه داخل في حكايه البي سي دي، وهو الرانسام وير، والمعروف بفيروس او هاك الفدية. وده بقى اللي بيحصل فيه ان هو اول ما بتحمل اللعبه او البرنامج او ايا كان الكراك اللي بتحمله، ده بيكون زي سوفت وير مع في فايل برضه محطوط وسط الفايلات بتاعت اللعبه ولا بتاعت البرنامج ولا ايا كان الكراك اللي بتحمله. ده اول ما بينزل بتلاقي مره واحده من الكمبيوتر بتاعك قام عامل ستارت. ده نفس اللي حصل معايا بالظبط. دي بقى بتكون الفرصه الوحيده ان انت تنقذ فيها فايلاتك، ان هو بيعمل ستارت قبل ما هو يفتح تاني، او اول ما يقفل، او اول يعني ما يبدا عمليه الستارت دي تقوم قاطع الكهرباء خالص عن جهازك. وبكده هيكون فشل ان السوفت وير ان هو يتثبت على الجهاز بتاعك وياخد بياناتك. ودي بتكون الفرصه الوحيده بمعنى الكلمه ان انت تقدر تنقذ فيها بياناتك، غير كده بياناتك راحت. انا للاسف ما كنتش اعرف الحكايه دي، لان انا زي ما قلت لكم كنت في بدايتي، فقلت ستارت يعني عادي مش قصه، يمكن الويندوز حصل فيه حاجه مش عارف ايه، هيستارت ويفتح تاني. يا دوبك هو عمل ستارت فتح تاني، ببص جوه فايلاتي ما لقيتش حاجه. لقيت كله عباره عن بيكون اللي هو حاطط لك زي فايل ومكتوب اسم الحاجه اللي انت بتاعتك، مثلا اللعبه ولا ايا كان، ومكتوب جنبها دوت جي اتش او او ايا كان. الكود ده بيختلف من هاكر لهاكر، بيختلف، ممكن واحد يحط دوت جي اتش او، التاني يحط كود تاني، بس هو الكود ده هو ده اللي بيكون مصدر المصيبه. وجنب بقى كل فايل من فايلاتك بيكون فيه فايل نوت باد مكتوب عليه ريد مي. ده بيكون الهاكر كاتب لك ان هو عايز منك $1000 عشان يرجع لك بياناتك، وبيكون سايب لك ايميل وقايل لك ان انت لو عايز عندك استعداد ان انت تدفع راسلني على الايميل ده
وهقول لك طريقه الدفع وهقول لك كل حاجه، ومعظم الوقت حتى لو دفعت له مش هيرجع لك حاجه. المهم اقول لك بقى السوفت وير ده بيعمل ايه. السوفت وير ده بياخد الاصل بتاع الداتا بتاعتك يبعتها للهاكر فبقى في السيرفر بتاعه او ايا كان، ويسيب لك انت كوبي منها ويكون حاطط لك فيها تشفير بصيغه بقى .gho زي اللي جات لي او اي صيغه تانية ليها علاقه بالتشفير. تقول لي ماشي يا عم، طب ما انا كده عرفت منك ان هو الحكايه كلها في الكود اللي هو .gho او ايا كان الصيغه التانية، طب ما انا امسحه وكده خدت الداتا بتاعتي ورجعت تاني. اقول لك لا، لان اساسا انا لسه قايل لك ان هو الاوريجينال فايلز بتاعتك بتبقى موجوده عنده، بيكون هو حاطط لك بس يا دوبك كوبي من الفايلات دي، بحيث انت لو مسحت .gho هيبان لك مثلا ان هو لو فايل وورد هيبان لك ان هو فايل وورد، بس تيجي تخش من جوه مش هتلاقي فيه حاجه اساسا، هتلاقي تقريبا نفس الكلام المكتوب في ريدمي او فاضي. فانا جربت الحكايه دي ومش اشتغلتش. تقول لي طيب يا سيدي بدل ما هو سوفت وير، طب ما انا اخش على التاسك مانجر اعمل اند تاسك للسوفت وير ده وكده خلاص ومبقاش فيه تشفير واخدت الداتا بتاعتي. هقول لك انت متخيل هما بالسذاجه دي؟ اكيد لا. انت بمجرد انت تروح على التاسك بار وتدوس رايت كليك وبعد كده تروح عند التاسك مانجر هتلاقي انت ما ينفعش تدوس عليه، قافلينه، لان يعني ده الطبيعي ان هو مش هيسيب لك اكيد ثغره زي دي بمقابل ان هو ياخد منك $1000. اكيد لا. انا جربت الحكايه دي وبرضه ما نفعتش. فساعتها ما قدامكش بقى ان انت تفرمت الهارد وتنزل ويندوز جديد وتستعوض ربنا في الداتا اللي راحت منك. هتقول لي بس انا سمعت بيبقى في ناس بتبقى في محلات الصيانه ومحلات الكمبيوتر وبتاع بترجع الداتا من الهاردات اللي معمول لها تشفير. هقول لك بالفعل انا رحت وسالت وعرفت، وارخص سعر سمعته 500 جنيه، وكمان مش كل الداتا هترجع، 70% بس منها هيرجع، ويا ريتها حتى باساميها ولا باماكنها، مثلا فولدر مثلا كذا محطوط مثلا هنا ولا كده، لا، هتكون الداتا متبعتره ومش باسامي بارقام ولا حاجه كده، يعني مش بنفس اساميها وانا اقعد ادور بقى. فطبعا دي حاجه مش عمليه ابدا. ويعني ممكن واحد مثلا لو عنده داتا مهمه جدا هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن يلجأ لها. المشكله بقى ان الهارد اللي كان عليها الداتا كلها وشغل السيد الوالد كله كان محطوط في الجهاز عندي، وساعة ما حصلت الحكاية دي والتشفير ده نزل الهارد والداتا دي كلها كمان اتشفرت، ودي كانت مصيبة. بس الحمد لله عرفنا نلاقي باك اب على هارد اكسترنال تاني هو كان شايله كده على جنب، فالحمد لله عدت على خير، لان احنا كنا ساعتها فعلا مش هيبقى قدامنا اي حل تاني غير ان احنا نعمل حكايه ان احنا نرجع الداتا اللي هي ب 500 جنيه من عند المحلات وكده، واللي انا ما انصحش اي حد ان هو يستخدمها لان ده استغلال رسمي. 500 جنيه وبيقول لك كمان 70% من الداتا، ومش كل الداتا كمان هترجع ومش باساميها ومش باماكنها، فانا ما انصحش اي حد ان هو يعمل الحكايه دي الصراحه. في الاخر بقى حاول تتجنب الكراك، او لو انت يعني ما عندكش المقدره انت تجيب اللعبه او برنامج او كده، حاول انت تكرك بس يعني بحذر من مواقع معروفه، خد احتياطاتك، اتاكد ان انت منزل حاجه يعني سليمه، حاجه مثلا حجمها صغير عن اللي هي وانت عارف ان هي حجمها كبير اساسا بلاش تنزلها، الكلام ده كله. وبس كده، دي تكون نهايه الفيديو معانا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وتعمل سبسكرايب. انا اكتشفت ان 70% من الناس اللي بتشوفني هنا مش عاملين اشتراك، فاتمنى ان انتوا تنزلوا بقى تعملوا سبسكرايب لو الفيديو عجبكم، واتمنى اكون غطيت كل حاجه عن المشاكل اللي بتواجه حكايه الكراك والكلام ده، وهقولها لكم تاني، حاولوا ان انتوا تتجنبوا الكراك على قد ما تقدروا. وبس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي، وسلام.